السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ألف ألف مبروك يا أبو زياد، ألف مبروك رجوع ولادك لحضنك. مدام هناء فرحانة قوي قوي لدرجة انها فضلت تزغرط في الفيديو، وكمان راحت عملت كتبت بوست لأبو زياد بتقول له ان هي فرحانه قوي قوي لدرجه دموعها نزلت اول ما شافت ولاد ابو زياد في حضنه وفي حضن جدتهم. ربنا يبارك لك فيهم يا رب يا ابو زياد يا رب. ومدام هناء يعني صراحه تشكر على اللي عملته، والله العظيم. يعني ما حدش قدر يقف كده ويطلع ويتكلم في موضوع ابو زياد زي مدام هناء ولا خافت على القناة بتاعتها، كانت بتتكلم بقلب جامد، كانت حاسة بظروف ابو زياد، لان احنا بنشوف ابو زياد عن طريق الفيديوهات بتاعته. هي لما نزلت مصر شافت ابو زياد وشافت قد ايه الراجل موجوع على ولاده، هي حست قد ايه الراجل حزين بقاله 5 سنين، مش قادر حتى يلمس عيل من عياله، مش قادر يكلمهم، مش قادر يعني بيشوفهم زيه زينا كده. صراحة تعب وتعذب كتير. فلما ولاد ابو زياد رجعوا مدام هناء فرحت، يعني لا خافت على قناتها ولا خافت زي الناس اللي بتطلع تتكلم كده وهي خايفة ان قناتها تتقفل. لا، مدام هناء ما شاء الله عليها، يعني كانت شجاعة جدا وما همهاش حتى لو القناة بتاعتها ضاعت. تقوم ايه بقى لما تكتب تعليق عند الراجل؟ يقوم ناس شريرين، ناس قلوبهم سودة، ناس ما بيعرفوش يقولوا كلمة حلوة، ما يعرفوش يعني ايه الكلمة الحلوة صدقة. ناس مش عارفة دي مش ناس دي ولا ايه، مش عارفة قلوبهم معمولة من ايه، السواد مالي قلوبهم. يخش يكتبوا لها تعليقات صراحة تحرق الدم. يعني مثلا هي مدام هناء هتحسد عيال ابو زياد، ولا مدام هناء هتغير من ابو زياد، ولا هي مدام هناء مستنيه الفيديو بتاع ابو زياد عشان تنعش القناه بتاعتها؟ ليه التعليقات السخيفه دي؟ ليه بقى اللي ما عندوش كلمه حلوه ما يكتبش يا جماعه؟ ليه تكتبوا كلام يضايق الست وبعدين ترجعوا تقولوا ده هي بتطلع وتقول وتعيد؟ طب ما انتوا اللي بتستفزوا الناس، انتوا اللي بتستفزوها. الست في محتواها دلوقتي ما بتعملش اي حاجه، ما بتضايقش حد. انتوا بقى اللي بتخشوا تكتبوا تعليقات سخيفه، زي بالظبط ما دخلتوا كتبتوا لها تعليقات لما هي عجبها البرنامج اللي كان طالع فيه الراجل المسن والست المسنه. فرحانه، شافت نموذج جميل، يعني شافت راجل نموذج جميل، اتمنت ان ربنا يرزقها بزوج صالح زي كده. ايه المشكلة يا جماعة؟ ليه التعليقات السلبية دي؟ انت هتحسديهم، بيتهم هيتخرب، انت ما بتخشش في موضوع الا لما بتخربيه. ليه كده؟ ليه تتكلموا ليه قلوبكم سودا كده؟ صفوا قلوبكم كده يا جماعه، خلي قلوبكم كده حلوه حنينه كده، خلي قلوبكم كده تطلع منها الكلمه الحلوه. انتوا استفدتوا ايه لما بتخشوا تكتبوا التعليقات؟ هتزعلوا هتحرقوا دم مدام هناء خلاص لا عدد دمها بيتحرق من التعليقات دي ولا بتزعل من التعليقات دي. فليه طيب؟ لا يعني انت ما تخش تكتب تعليق زي كده، او انت ما تخش تكتبي تعليق زي كده لمدام هناء؟ ما انت بتاخدي سيئة، بدل ما تاخدي سيئة خدي حسنة. مش عايزة تاخدي حسنة ولا سيئة ما تكتبيش حاجة خالص. بدل ما نقول لمدام هناء تشكري، يا مدام هناء تشكري ان انت دخلتي للراجل فرحتيه بتعليق ليكي، فرحتيه بفيديو ليكي، كنت واقفه في ظهر الراجل وعماله تناشدي وعماله تتكلمي وعماله تنادي وارجعوا يا اولاد لحضن ابوكوا، ارجعوا. قولي لي كده، فين القناه اللي عملت زي مدام هناء كده؟ فين القناه اللي ما خافتش على قناتها من عيله حوارات زي ما مدام هناء ما همهاش ودخلت واتكلمت بحرية كاملة؟ ربنا يبارك فيك يا رب يا مدام هناء ويحفظك يا رب، ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك في ولادك يا رب، وتشيل عوضهم بإذن الله قريب بإذن الله يا رب.
يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.